عارف لما تكون في نقاش مع حد ويجي يقول لك ما ترد على اللي بقوله، تقول له قص يقول لك انت هتصوصو اركن على جنب، وبعدها وانت مروح او نازل على السلم تفتكر رد جامد كان ممكن تقوله يقلب النقاش لصالحك. انا كان عندي جواب للكلام اللي بيقوله، والسؤال هو ليه بنفتكر الرد المثالي بعد ما الوقت بيخلص، بعد ما الموقف بيعدي؟ دي طلع بتحصل مع الكل مش انا بس. مال ما انا هقول لك ازاي. وده بيحصل مش علشان انت غبي، بالعكس مخك في وقت الموقف بيبقى في حاله توتر وضغط، وده بيخلي الجزء المسؤول عن التحليل السريع ياخد هو السيطره. اركن انت انا هرد عليه، لكن الجزء المسؤول عن الابداع وردود الفعل الذكيه اللي موجود في الفص الامامي بيتاخر شويه. مضغوط يا اخي مضغوط. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان. يعني ببساطه وقت الزعل او المفاجاه او الضغط ما بيشتغلش بكامل طاقه، عقلك بيحاول يخلص الموقف مش يبدع فيه. لكن بعد ما الموقف بيعدي وبتهدى بيبدا عقلك يعيد تشغيل نفسه من تاني ويحلل الموقف. ساعتها بيفتكر كل الردود اللي كان ممكن تقولها هناك وما قالهاش. فيلسوف فرنسي كتب عن الموضوع ده وكان بيقول الرد المناسب دايما بيجي متاخر لكن بيجي. فلو اتحطيت في موقف او نقاش حاول تكون اهدى مش مشدود، بتسمع كويس مركز، علشان ده هيخلي عقلك يشتغل بطريقه اذكى وتعرف ترد. تعال نجرب مع بعض. شفت الفيديوهات اللي فاتت؟ اصل ايه اركن على جنب.